فايتك كتير قوي اللي ما جربتيش بجد الطريقه بتاعتي الخطيره دي النهارده. هاتي كده رغيف العيش البلدي بتاعنا وافتحيه وحطي فيه صدور الفراخ، بدل ما تقعدي تقليها وتحمريها في الزيت لا هتحطي صدور الفراخ في قلب العيش البلدي، هيطلع معاكي خطير. هتوفري كتير قوي وطعم هيبقى حلو جدا جدا. طريقه سهله وبسيطه، ويلا بينا نسمي بسم الله ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا غاليين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يلا بينا. هنا بقى في الكبه هبتدي اجيب، انا عندي كيلو من صدور الفراخ، هبتدي ان انا هقسمه طبعا على مرتين علشان طبعا نفرم في الكبه براحتنا. هبتدي اخد اول نص وابتدي ان انا احط عليه بصلايه كده متوسطه متقطعه، وكمان هحط طماطمايه بس هاخد نصها للنص ده ونصها للنص التاني. وحطيت بقى قرن فلفل كده حار وده اختياري، وكمان معلقه كده من البقدونس المفروم. كمان هحط بقى لو عندك قطعه كده من اللي او من الدهن هتدي طعم حلو جدا جدا للوصفه بتاعتنا. هحط بقى دلوقتي توابل كده مشكله هكتبها لكم برده تحت، وهحط نص معلقه صغيره من البيكنج باودر وشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود. مقاديرنا سهله جدا وبسيطه، وعايزه اقول لكم بقى هنضرب الكلام ده كده مع بعض ونحط بقى ايه فصين كده من الثوم يكون مفروم ناعم. وتعالي بقى يلا يا ست الكل عشان نضرب الكلام الجامد ده كله في الكبه. طبعا اضربيها واحده واحده وما تستعجليش عليها علشان احنا عايزينها تتضرب، ما تبقاش ولا ناعمه قوي ولا في نفس الوقت تبقى خشنه معانا. تعالوا بقى نشوف بعد ما ضربناها، بصوا ده شكلها معانا. دي كده اول مرحله. هفضيها بقى في بوله، وهي على بال بقى ما انا افضيها يا ريت بقى ما تنسوش اللايك والشير للفيديو والدعوه الحلوه ليا في الكومنتات تحت، مستنياها من قلبكم الطيب الجميل، وقولوا لي بقى بتتابعوني منين. هنا بقى ابتديت افضيها علشان ابتدي بقى احط النص التاني الباقي من الصدور الفراخ. وبصوا انا مش، بصوا زي ما قلت لكم مش عايزه افرمها فرم ناعم قوي، ده كده هيكون شكلها معانا. دلوقتي بقى ادي الكميه كلها بتاعتنا بالشكل ده. بصوا بقى عايزه اقول لكم ريحتها خطيره. هجيب بقى دلوقتي طبق كده وهبتدي احط فيه بقى العيش البلدي بتاعنا الجميل. طبعا انتوا عرفتوا احنا بنعمل ايه؟ قولوا لي كده بسرعه، عرفتوا احنا بنعمل ايه ولا لسه؟ المهم ما علينا، هتشوفوا معانا احنا بنعمل ايه. وصفة سهلة وبسيطة وبجد خطيرة. واتفاجئت ان الرغيف ده بيتباع بره بكام، برقم يعني عايزة اقول لكم بيعدي 100 وشوية كمان. وهو اصلا سهل وبسيط وفي نفس الوقت سريع جدا وطعمه بجد خطير. بصوا بقى ابتديت اجيب العيش كده وابتدي ان انا اقطعه من فوق وابتدي بقى احشي. بنعمل حواوشي فراخ بطريقة سهلة جدا وبسيطة، من غير بقى ما تقعدي بقى تحتاري كل يوم وتقولي انا عايزه اعمل بانيه، عايزه اقلي الصدور الفراخ. لا، الطريقه دي سهله وبسيطه وبجد طعمها بيبقى حلو جدا. وعايزه اقول لك بترمي معاكي كميه كبيره جدا، يعني هتوفري وتدبري وتقدري ان انت تعمليها. وممكن كمان تعمليها لاولادك وهم رايحين المدرسه ياخدوها معاهم وياكلوها بالف هنا وشفا. ابتديت بقى احشي كده الارغفه بتاعتي بالشكل ده. وطبعا ممكن كمان تستخدمي زي ما انت حابه العيش الشامي كمان بدل العيش البلدي بتاعنا ده. بس عايزه اقول لكم العيش البلدي ده بيبقى طعمه حلو جدا وخطير. حشيتها بقى بالشكل ده كده وببتدي افرد كده الخليط بتاعنا كده كويس كده جوه العيش، وابتدي ان انا ابططه كده بايديا علشان يبقى متساوي معانا على طول. بعد كده بقى هبتدي ان انا بعد ما اخلص الكميه كلها كده ابتدي بقى اجيب صاج عندي بتاع الفرن بالشكل ده، وهبتدي احط بقى فيه كده قطع من اللي هي بتديله طعم حلو جدا. ممكن تستبدلي الموضوع ده بشويه كده من الزيت لو انت مش حابه طبعا طعم اللية. بس انا عايزه اقول لك اللية شويه اللية دول بيدوهم طعم خطير للحواوشي بتاعنا، والعيش نفسه بيطلع متحمص وجميل. ببتدي بقى انزل كده على الصاج بتاعنا بالعيش بالشكل ده وابتدي ارصه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده جنب بعض علشان ابتدي ادخله الفرن. بكون بقى مشغله الفرن على درجه حراره عاليه، وببتدي ان انا احطه في الرف الوسطاني من الفرن اول كده يعني 10 دقايق، وبعد كده ببتدي ان انا اروح قلباه. يلا بينا على الفرن، يلا بينا. بصوا شكله خطير ازاي، تحفه جدا بألف هنا وشفا. ويلا تعالوا بقى نروح على الفرن بسرعه. ودخلناه الفرن واول 10 دقايق بصوا بعد ما سيبته، بصوا اتحمص معانا واتحمر، وبصوا شكله خطير ازاي. بصوا فظيع. قلبته بقى على الناحية التانية وبسيبه، على فكرة ما بياخدش وقت خالص في الفرن، يعني في حوالي تلت ساعة هتكوني مخلصة احلى حواوشي فراخ بطعم حلو جدا وطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. وتعالوا بقى طلعنا الحواوشي بالشكل اللي انتوا شايفينه بقى واخد لون حلو جدا
والفراخ بقى من جوه التتبيله بقى خطيره والطعم خطير جدا طبعا. وكان لازم بقى اعمل ايه، شويه سلطه طماطم، عايزه اقول لكم كده خطيره كده بالثوم، طعمها حكايه بقى. ولو بقى شويه طحينه، يا سلام يا سلام على الدلع، حاجه كده عظيمه. ورشيت بقى شويه بقدونس، وجيت هنا بقى بصوا كان سخن مولع طبعا، انا ما صبرتش عليه عايزه اقول لكم يعني. بصوا الريحه كانت جباره بجد، لا اختراع بجد. حواوشي الفراخ ده طلع في حتة تانية خالص. من النهاردة انا عن نفسي مش هجيب صدور فراخ بقى وابتدي ان انا اعملها بانيه واضيع وقتي فيها، انا هعملها حواوشي وبألف هنا وشفا خطير. بألف هنا وشفا، يا رب تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم ايه. وقولوا لي رأيكم ايه في شوية سلطة الطماطم الخطيرة دي، فظيعة. بصوا الشكل يتحدث عن نفسه، بجد جربوه، سهل وخفيف ومش هتاخدي وقت كتير. وبألف هنا وشفا، كنت معاكم مي أمين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير.